أهلا بيكم. وصلتنا مصادر شيقة جدا، مقتطفات من كتاب عن فن وعلم تركيب العطور. أهلا بيكي. موضوع فعلا مهم ومثير. فالنهاردة عايزين نتعمق شوية في إزاي العطر بيتبني، يعني مش بس إنه شوية روايح حلوة وخلاص. لا طبعا. لا، كأنه عمل فني ليه هيكل وتكوين معين. بالظبط. دي نقطة جوهرية جدا. العطر في الحقيقة هو توازن دقيق، مش أي خلطة والسلام. لازم يكون ليه هوية يعني. هوية وشخصية واضحة. مم. ده أساسي. وفي كمان بقى شروط الفنية، زي القوة، الانتشار يكون كويس، الثبات، وطبعا يحافظ على شخصيته دي وهو بيتغير مع الوقت على الجلد. فاهمة، ودي أكيد بتاخد وقت وخبرة. طبعا. دي صنعة وحرفة، محتاجة سنين شغل وتجريب. وزي أي فن أكيد ليه مدارس وتطورات، المصادر بتورينا ده. يعني مثلا في فرق كبير بين عطر زي شاليمار وليرد تومب أو تريزور بعد كده. أكيد. كل واحد بيعكس فترة وطريقة تفكير مختلفة تماما. طب إيه الأساس اللي بيتبني عليه العطر؟ بصي، زي أي فن، العطر بيعتمد على الشكل والبنية. البنية دي ممكن تكون ماشية على نمط كلاسيكي معروف، زي الشبري أو الشرقي مثلا، أو ممكن تكون حاجة جديدة خالص؟ أو تكون ابتكار جديد تماما حسب رؤية المصمم والأدوات اللي معاه. طب لو رجعنا بالزمن قوي، الدنيا كانت عاملة إزاي؟ البدايات كانت أبسط بكتير. بنتكلم عن مياه الكولونيا، مياه اللافندر، حاجات بسيطة، زيوت عطرية، كحول، وشوية مثبتات طبيعية حيوانية أو نباتية. والنقلة الكبيرة جت إمتى؟ النقلة الحقيقية كانت في أواخر القرن التسعتاشر، لما اكتشفوا وقدروا يصنعوا مكونات كيميائية جديدة، وكمان تقنيات استخلاص متطورة. ده فتح باب تاني خالص. العصر الحديث بقى. بالظبط. وأول مرحلة فيه اللي هي أوائل القرن العشرين ظهرت فيها عطور زي شاليمار الأيقوني. شاليمار ده كان لسه فيه طبيعي كتير؟ كان لسه محتفظ بنسبة كبيرة من المكونات الطبيعية المنعشة زي البرغموت والليمون، والمثبتات التقليدية. بس الإضافة اللي عملت فرق هي الكيماويات الجديدة، زي إيه مثلا؟ زي الفانيلين اللي بيدي إيحاء الفانيليا القوي، والكومارين اللي ريحته زي التونكا والقش. دي أدوات جديدة تماما فتحت للمصممين إمكانيات ما كانتش موجودة. ومع الوقت بقى دور الكيماويات دي زاد أكتر. زاد جدا. ظهرت مركبات زي الألدهيدات اللي بتدي إشراقة ولمعان للعطر، والنوتات الزهرية الصناعية بقت أساسية. ودور الطبيعي بقى إيه؟ دوره بدأ يتغير شوية، بقى عامل مساعد معدل زي ما بنقول، أو عشان يضيف ثراء وعمق للتركيبة الصناعية الأساسية. والتطور ده وصل لطرق بناء ممنهجة أكتر؟ أيوه، ظهرت أساليب واضحة، أشهرها وأهمها طريقة جون كارل. طريقة جون كارل دي كانت بتقوم على إيه؟ بتقوم على فكرة بناء العطر حوالين أكوردات أو اتفاقات عطرية، يعني خلطات مدروسة ومختارة بعناية بعد تجارب كتير. والهيكل بتاعه كان عامل إزاي؟ هيكل هرمي واضح، متقسم 3 طبقات حسب سرعة تطاير المكونات. اللي هي البيز والميدل والتوب؟ بالظبط. القاعدة أو البيز نوت، بيز نوت، دي المواد التقيلة اللي بتطير ببطء، هي أساس العطر اللي بيفضل. والقلب؟ القلب أو الميدل نوت، ميدل نوت، دي مواد تطايرها متوسط، بتظبط القاعدة وتكملها. وآخر حاجة القمة؟ القمة أو التوب نوت، توب نوت، دي أسرع حاجة بتطير، بتدي الانطباع الأول السريع للعطر. عطر زي ليرد تومب الكلاسيكي ده مثال واضح على الهيكل ده. الهيكل الهرمي ده فضل هو الأساس لفترة طويلة؟ فترة طويلة جدا، لكن المصادر بتكلمنا عن توجه تاني خالص ظهر في آخر كام عقد كده، مرتبط قوي بالمصممة صوفيانا جروسمان. دي تعتبر نقلة تانية خالص في التفكير. لا لا فعلا، أسلوب جروسمان مختلف تماما عن كارل. مختلف في إيه بالظبط؟ بصي، الأسلوب ده بيعتمد على عدد قليل قوي من المكونات، يعني ممكن 4 أو 5 بس. بس نسبتهم كبيرة؟ كبيرة جدا، ممكن توصل ل 80% من التركيبة كلها. وحوالين الهيكل البسيط ده بتترص مكونات تانية بكميات صغيرة عشان تدي تعقيد وثراء. طب وإيه الميزة في كده؟ الميزة الأساسية إن الطابع الرئيسي للعطر، القلب بتاعه، بيظهر فوراً تقريباً، مش محتاج تستنى لما التوب نوتس تطير. وده عشان يناسب طريقة الشراء دلوقتي، الواحد بيشم ويمشي. بالظبط. تغيير مهم عشان يستجيب لطريقة التسوق السريعة في المحلات. ومثال تريزور بيوضح ده. جداً. تريزور حوالي 80% منه عبارة عن 4 مواد: ميثايل أيونون، ريحة بنفسج وأيريس باودري، أيزو إي سوبر، خشبي عنبري، هيديون، زهري مشرق، وجلاكسوليد، مسك صناعي نظيف. يعني ممكن ما يبقاش فيه افتتاحية منعشة أصلاً؟ ممكن جداً. الفكرة إنك توصلي لقلب العطر على طول. مفهوم الأكورد ده شكله محوري في كل الطرق دي. أكيد. طب هو بناء الأكورد ده علم بحت، يعني نسب ومعادلات، ولا في حتة فنية وحدس؟ سؤال حلو قوي.
الأكورد هو لما تخلطي مادتين أو أكتر بنسب معينة، النتيجة تبقى ريحة جديدة ليها شخصية مختلفة عن مكوناتها الأصلية. زي إيه مثلا؟ يعني مثلا الباتشولي مع مركب زي الهيدروكسي سيترونيلال بيعملوا تناغم خاص. أكيد في جانب علمي، بس الأهم هو التجريب والحدس الفني. زي النوتات في الموسيقى كده؟ بالظبط. أو زي ما طبق أكل معين بيليق مع مشروب معين، المصممين بيستخدموا الأكوردات دي كوحدات بناء أساسية للعطر. وده بيرجعنا لفكرة التوازن بين إن الهيكل يكون بسيط بس العطر نفسه يكون غني ومعقد. تمام. في مقولة لبونشيه عن أهمية البساطة في الهيكل، والمصادر بتقول إن التعقيد ممكن يجي من المكونات الطبيعية نفسها. طبعا، خلاصة طبيعية زي الياسمين مثلا فيها مئات الجزيئات العطرية المختلفة، ده تعقيد طبيعي. أو باستخدام القواعد الجاهزة البيسز. أيوة، القواعد دي خلطات معقدة جاهزة بيستخدمها المصممين عشان تضيف عمق وتفاصيل دقيقة للعطر بسهولة أكبر. بس التعقيد ده مش هدف في حد ذاته، صح؟ لا طبعا، كل مكون لازم يكون ليه لازمة وليه دور، بالظبط زي حكاية موزارت والإمبراطور. لما قالوا النوتات كتير فرد عليه إنها بالظبط العدد المطلوب. هي دي الفكرة، الجودة بتعتمد على التعقيد اللي جاي من ثراء الطبيعة أو القواعد، بس لازم يكون ده متوازن مع هيكل أساسي واضح وقوي. بس في إشارة في المصادر إن الوضع اتغير شوية. للأسف المصادر بتلمح إن المستهلك دلوقتي بقى يهمه قوي القوة والثبات أكتر من أي حاجة تانية. يعني ممكن يضحي بجمال التركيبة نفسها؟ ممكن. ممكن يضحي بدقة التركيبة وتفاصيلها الفنية في سبيل إن العطر يكون فواح جدا وثابت قوي. يعني نقدر نلخص إن رحلتنا دي وضحت إن العطر فن وعلم، ليه هيكل وقواعد. وإنه بيتطور مع الزمن. أيوة، وبتقنيات وأساليب مختلفة، من جانكار لهياكل صوفيا جروسمان المباشرة أكتر. والنجاح دايما في التوازن. التوازن بين النوتات، بين البساطة والتعقيد، وبين الطبيعي والصناعي. بالظبط. وفي نقطة أخيرة ممكن نسيبها للتفكير. اتفضل. هل التركيز الزايد في العطور الجديدة على الأداء الفوري والثبات الطويل ده، اللي ممكن يكون بيجي على حساب التعقيد والدقة والتدرج اللي بنشوفه في الكلاسيكيات، هل ده ممكن يكون بيضيع جزء من القيمة الجمالية والفنية للعطر؟ سؤال مهم فعلا، هل بنضحي بالفن عشان الأداء؟ بالظبط. سؤال يستحق نفكر فيه.